ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا، هو موضوع مشكله الحساسيه عند الكلاب. ازاي تعالجها، تمام؟ وازاي تعرف كل حاجه عن الحساسيه وايه هي اشكال الحساسيه. كل ده هنتكلم عنه النهارده في فيديو مهم جدا. يا ريت تتابعنا، ولو انت اول مره تشوفني النهارده يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويا ريت نكتر من النقاط يا جماعه عشان الفيديو ينتشر بسرعه. يلا نكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم ابو مصطفى من قناتكم فيروس كلاب القاهرة. تحياتي ليك، تحياتي الناس المشتركة معايا القناة، تحياتي لجميع مربين الكلاب واخوات الكلاب في مصر وطن عربي. تحياتي للجميع، رب تكونوا بخير. رجعنا لكم من جديد بفيديو جديد. النهارده يا جماعة هنتكلم عن مشكلة الحساسية عند الكلاب. ايه هي أسبابها وايه هي علاجها؟ ركز معايا كويس. الأسباب نتيجة بتبقى فيه استنى بقى عشان اشرح بقى للناس بقى، اصبر بقى بزاع. الحساسية يا جماعة نتيجة بتبقى فيه حرارة داخل جسم الكلب، تمام؟ أو نتيجة حشرات البرغوث أو القراد أو الأمل أو أي حشرات عامة بتعمل مشكلة للكلب. الكلب بيقعد يهرش في جلده جامد نتيجة القرص النمل أو البرغوث والحاجات دي كلها. أو الكلب مثلا قاعد على البول بتاعه أو البراز بتاعه ومفيش برضو عدم الاهتمام بالكلب، اللي هو التمشيط او التسريح او الحمى المستمر، او اللي هو مثلا مش عارف برضو مع عدم المسح الجيد في مكان الكلب. تعالى هنا خد. ده طبعا مشكلة الحساسية او الحساسية بتيجي من كده. يبقى احنا عرفنا الحساسية، اسباب الحساسية اول حاجة خالص من حشرات القراد، تمام؟ او البرغوث او الامل او اي حشرات عامه، او عدم نظافه المكان اللي بيعيش فيه الكلب، او عدم نظافه الكلب نفسه الشخصيه والاهتمام بيه. كل ده بيؤدي لاسباب الحساسيه. طب الحساسيه هي عباره عن ايه؟ الحساسيه بتبقى هرش شديد جدا في الكلب نتيجه الاسباب اللي احنا قلنا عليها، تمام؟ نتيجه الاسباب اللي احنا قلنا عليها، بتعمل ليه حاجات دواير او زي نظام قطع كده سمرة ودواير سمرة كده من نتيجة الهرش بصوابعه أو بضوافره فيه. تمام كده يا جماعة؟ يبقى هي دي أسباب الحساسية. علاجها إيه؟ علاجها سهل وبسيط. ركز معايا إن شاء الله بأمر الله كل حاجة سهلة. شط. أول حاجة خالص هنخش على الصيدلي البشري وهنجيب الحاجات دي. أول حاجة هنجيب حاجة اسمها بوليتار شامبو. بوليتار شامبو ده هتحمي الكلب بيه مرتين في الأسبوع. البوليتار شامبو ده يا جماعه بتجيبه من الصيدلي البشري وبتحمي الكلب مرتين في الاسبوع. طيب دي اول حاجه. الحاجه الثانيه بتجيب حاجه اسمها حقن صلبن. حقن صلبن 1500. ده بالنسبه للكلاب فوق السنه. الكلاب اللي فوق السنه هتجيب حقن صلبن 1500. هتدي حقنه مره واحده في اليوم، مره واحده في اليوم لمده 3 ايام. لو الكلب تحت السنة هتجيب حقن صلبن هي بس 750 وحقنة مرة واحدة في اليوم لمدة 3 أيام. طب لو كلب تحت ال6 شهور هتجيب 375 حقن صلبن، تمام؟ لمدة 3 أيام. يبقى كده عرفنا نظام الحقن. إيه الحاجة التانية؟ التالتة هتجيب حاجة اسمها حقن فلدين. حقن فلدين كل يوم حقنة مع الحقن الصلبن اللي احنا قلنا عليها فلدين، تمام؟ وهنجيب حاجه اسمها شريط بس عيب، وهنجيب شريط امبيزيم اقراص قرصين كل 12 ساعه، سواء للكلب الكبير او للكلب الصغير. قرصين كل 12 ساعه قبل الاكل بساعه. الامبيزيم قبل الاكل بساعه علشان ده علاج انزيمي لازم يشتغل على معده فاضيه. واخر حاجه معانا هنجيب لو عندك فازلين طبي، لو ما عندكش تجيبه من الصيدلي البشري وتخلطه مع كريم اسمه ميكس ديرم كريم. هتخلط الفازلين الطبي مع الميكس ديرم كريم، تمام؟ وتخلطهم اثناء الدهان، تمام؟ وتدهن
بالكلب، تدهن بالمشاكل اللي في الكلب. تمام كده يا جماعه؟ هو ده علاجنا النهارده، والعلاجات دي كلها هنكتبها في صندوق الوصف. هنقول لك تاني العلاجات: علاج الحساسيه والهرش عند الكلاب زي ما احنا قلنا. الاسباب هنقول العلاجات تاني. العلاجات هنجيب اول حاجه خالص بوليتار شامبو من الصيدله البشري. كل العلاجات من الصيدله البشري. بوليتار شامبو ده حمى مرتين في الاسبوع. تمام. بعد كده هتجيب حاجه اسمها صلبن حقن 1500، ده لو كلب كبير هتديله حقنه كل يوم، مع حقنه فلدين، مع امبيزيم اقراص، مع الميكس ديرم كريم. تمام كده؟ بس يا كراش. تمام كده يا جماعه؟ بس يا كراش. تمام كده يا جماعه؟ والميكس ديرم كريم ده دهان مرتين في اليوم مع الفازلين في الاماكن اللي هو حصل فيها التحسس. تمام كده يا جماعه؟ ولازم تتجنب المشاكل بقى اللي ادت للحساسيه. عيب، بس عيب، قول بس عيب. تعال هنا، خد، تعال هنا فزاع. تمام كده يا جماعه؟ رب يكون الفيديو عجبكم، المعلومه وصلت. زي ما احنا قلنا العلاجات كلها هتبقى في صندوق الوصف. اي حد عايز اي حاجه، اي سؤال، اي استفسار. طبعا السؤال ده ردا على الاستاذ خميس من البحيره. تحياتي ليك يا باشا، وتحياتي لغواة الكلاب في البحيره. يا رب يكون الفيديو عجبكم. اي حد عنده استفسار او اي حاجه يكتب لي في التعليقات في الكومنتات وانا هرد عليه بحلقه زي كده. تحياتي ليك، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.